فيديو النهارده هقول لك على الطرق المضمونه انك تتعلم اي مهاره في الدنيا، اذا كانت مونتاج او تصميم او تطوير مواقع او تطوير تطبيقات او برمجه، اي مهاره في الدنيا. فيديو النهارده هقول لك على افضل الطرق اللي تتعلم منها المهاره. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. حبايبي واخواتي، كل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق حلو زيك، ويلا بينا نخش على فيديو النهارده. فيديو النهارده اول فيديو من سلسله تعليم العمل الحر من الصفر للاحتراف. هم 5 فيديوهات، ففيديو النهارده اول فيديو وهو انك تتعلم المهاره وطرق تعليم المهاره. في قائمه تشغيل العمل الحر هتبقى موجوده على القناه. لو دخلت على قناه استكشاف المال، بعدها قائمه التشغيل، بعدها قائمه العمل الحر، هتلاقي فيديوهات كتير. هتتفرج على الفيديوهات دي وبعديها هتيجي تتفرج على الفيديو ده والاربع فيديوهات اللي هينزلوا بعد الفيديو ده، كل اسبوع فيديو ان شاء الله. ويلا بينا نخش على فيديو النهارده. نيجي بقى على الطريقه الاولى والمصدر الاول لتعليم المهاره، وهو اليوتيوب. اليوتيوب لا غنى عنه لتعليم اي مهاره في الدنيا. اي مهاره في الدنيا بيبقى ليها مصادر مدفوعه ومصادر مجانيه. فيديو النهارده انا جايب لك فيه المصادر المدفوعه وكمان المصادر المجانيه. اول مصدر مجاني وهو اليوتيوب. اليوتيوب عليه اي مهاره انت عايز تتعلمها هتلاقيها على اليوتيوب. مونتاج، تصميم، UGC، كتابه محتوى، اي مهاره في الدنيا هتلاقي لها فيديو معمول، وفيديوهات مش فيديو واحد، وكذا شخص عامل تعليم للمهاره دي. طب انت علاء عملت للمهارات دي تعليم وازاي تطلع منها فلوس؟ ايوه يا صاحبي، عامل لك فيديو للمونتاج وللتصميم ولكتابه المحتوى والUGC. كل دي مهارات ومجالات انا عامل لك عنها فيديوهات للتعليم. طب انت يا علاء الفيديوهات دي بتعلمنا فيها المهاره بعينها؟ لا يا صاحبي، انا بقول لك مهاره المونتاج، ازاي تطلع منها فلوس، ازاي تجيب العملاء، ازاي تسحب الفلوس، ازاي تتعلم المهاره، ومكان تعليم المهاره، والقنوات اللي انت تتعلم منها المهاره على اليوتيوب. طب انا عايز اتعلم المهاره بالظبط، ما انا قلت لك من شويه انا قايل لك القنوات اللي على اليوتيوب هتعلمك المهاره. طب يا علاء هل اعرف اطلع فلوس من تعليم المهاره من اليوتيوب؟ ايوه هتعرف، ايوه هتعرف، والله العظيم هتعرف. زي ما انا عرفت اطلع فلوس من المونتاج، انت هتعرف تطلع فلوس من المونتاج او التصميم او الجرافيك. كل ده منين؟ من قنوات اليوتيوب. من قنوات اليوتيوب هتتعلم من قنوات اليوتيوب. انت عايز تتعلم المونتاج، هتدخل على قناتي تبص فيديو المونتاج فين، هتلاقيه في قائمه تشغيل العمل الحر. هتقوم داخل على الفيديو، سامع الفيديو للاخر، هتعرفك فين القناه اللي تعلمك المونتاج. التصميم نفس الكلام، كتابه المحتوى نفس الكلام، الUGC نفس الكلام. كل ده فين؟ في قناه استكشاف. نيجي بقى على الطريقه الثانيه، ودي الطريقه المدفوعه، وهي الكورسات المدفوعه، الكورسات الاونلاين. اي واحد بيطلع على اليوتيوب هو بيبقى طالع عشان يكسب ثقه الناس، وطالما الناس شافته شخص كويس وشخص بيقدم معلومات حقيقيه، هو بيبتدي بعد ما جمع الشهره وجمع الثقه من الناس، بيبدا بقى يعمل يا صاحبي كورسات مدفوعه. كورسات مدفوعه زي كورس التجاره التقليديه اللي انا هعمله. طب ليه كورسات غير مدفوعه؟ ايوه، بيبقى عامل كورسات غير مدفوعه على اليوتيوب. طب انت مش عايز اليوتيوب؟ في كورسات مدفوعه في اماكن تانية، في مواقع تانية، زي منصه ينفع. منصه ينفع عليها كورسات كتير جدا، كورسات كتير جدا. انت ادخل اتعلم. انت مش عايز تتعلم على منصه ينفع؟ عادي اتعلم من اي منصات تانية، والمنصات كتير جدا لتعليم اي مهاره. يبقى انت دلوقتي قدامك طريقتين، طريقه مدفوعه وطريقه غير مدفوعه. الطريقه الغير مدفوعه المجانيه وهو اليوتيوب. تاني طريقه وهي طريقه مدفوعه وهو الكورسات الاونلاين، الكورسات المدفوعه. اي يوتيوبر في الدنيا هتدخل على قناته هتلاقيه عامل كده تحت كده لينك انك تدخل تتواصل معاه. فكده انا عرفتك كل الطرق اللي تقدر تتعلم بيها اي مهاره في الدنيا. وكده يبقى فيديو النهارده خلص. وما تنساش تحجز معايا في اونلاين الرقم اللي زي الدنكش ده، ويكون بسعر رمزي جدا اقل من نص دولار ب 25 جنيه، يعني بلاش حرفيا. وبرضه ما تنساش تطور من نفسك، يعني تطور من ذاتك وتستكشفها. سلام عليكم.